ناس ربت ناس على ان هم مهمين عندهم. يعني مثلا في اب يبقى بيشوف بنته هي الحياه وهي الجمال وهي النفس اللي بتتنفسه، بس مثلا يسكت عن اهانه الام ليها. فالبنت دي لما بتطلع للمجتمع برضه بتقبل الاهانه. يعني مش معنى ان في شخص حبها. فاكرين قيمه الحب لما عرفناها كانت ايه؟ افضل نسخه. فالاب ده ما حبش البنت بمفهوم انه عايز يخليها افضل انسانه، هو حبها بايه؟ عواطف. لكن انا لو بحب شخص اعمل ايه؟ فاكرين لما قلنا اعظم دور الام ممكن تعمله انها تعلم ولادها ايه؟ يستقلوا، يعيشوا من غيرها. مش ان انا افضل لغايه ما هم عندهم 30 35 سنه اقول لها المفروض تربي ازاي وتعمل ايه وانه لازم ترجع لي في كل حاجه. بس في امهات مع الاسف بيشوفوا ان قيمتهم في اولادهم. طبعا طبعا. وان هم لازم على طول لحد النهارده تساعدها في ده وتطبخ لها وتاخد. في فرق بين مساعده ام. صح. ايه اللي يساعدك بقى يا ساره ان انت توقفي ده؟ لو انا ماما شايفه ان الحب هو انه ان هي تبقى اهم من جوزي. ماما ممكن تبقى شايفه ان هي تبقى اهم واحده في حياتي. يعني جوزك اهم ولا انا؟ انت يا ماما ليه بتقارنوا يا ماما؟ بس انا خايفه ارد عليها اساسا. ايه اللي يخليني اقف بقى وافكر كده؟ هو الابيوز اللي بيحصل ده دلوقتي ايه اللي يوقفه؟ لو نور عندي ايه هو الحب، صح؟ لو نور عندي ايه هو النجاح النهارده، ايه اللي هيبقى نجاح في حياتي؟ ان ماما راضيه عني. بس انا وجوزي علاقتنا صعبه جدا وولادي بيتربوا تربيه غلط خالص بس مهم رضا ماما. مش عايزه ازعل ماما، بكذب على مراتي عشان خاطر ماما. فاللي بيخليني ابدا اعرف احط حدود ان انت بتبداي تشوفي ان القيم دي بتبوظ. سلمى، ايه مشكله سلمى؟ سلمى كان عندها 5 حاجات. احنا النهارده هنتكلم على اعراض او الصفات بتاعت الشخص اللي ما عندوش حدود. اوكي؟ المره الجايه هنتكلم ازاي بقى نحط حدود. اوكي؟ ففي 5 حاجات بيميزوا الشخص اللي ما عندوش حدود. اول حاجه ان الشخص ده ما بيعرفش يقول لا. صعب عليه جدا انه يقول لا. فكر كده، اخر مره قلت لا لمين وكنت حاسس بايه بعدها؟ صعبه، لانها بتيجي معاها ايه؟ قرف. تاني حاجه محاوله ارضاء كل الناس. ما بحبش حد يبقى زعلان مني. ده شخص ما عندوش حدود. دي صفات كانت سلمى واي شخص ما عندوش حدود. طول الوقت عايز الناس تبقى ايه؟ راضيه عنه. تاني ما بيعرفش يقول لا. ما بيعرفش يقول لا لمديره فبيشتغل لغايه وقت متاخر. ما بيعرفش يقول لا لمراته. ما بيعرفش تقول لا لجوزها. ما بيعرفش يقول لا لعيالها. اوكي؟ تالت حاجه شايف نفسه ضحيه. الشخص ده لما تيجي تتكلم معاه تلاقيه شايف نفسه غلبان ومفعول بيه. ده شخص ما عندوش حدود، لانه مش شايف ان حياته ايه. الحدود دايما بنشبهها ببيت ليه سور. اللي ما عندوش حدود البيت بتاعه ملوش سور، اللي عنده حدود البيت بتاعه ليه سور. اوكي؟ فبنشبه الحدود بانه شخص ما عندوش سور، فسداح مداح. بس تيجي في اي وقت بتقعد مستباح. اللي عايز يجي اي حاجه، واللي عايز يقول اي حاجه يقولها، واللي عايز يهزر اي هزار بيهزره، واللي عايز يهزقني اوكي اي حاجه. اي حد عايز يعمل اي حاجه اهلا وسهلا. طب ده بيجي منين؟ ليه انا ابقى مستباح وده يسعدني؟ امبارح في السيركل تايم، هنقعد دلوقتي السيركل تايم، كذا حد قال بيحاول يوصل لنا انه غصب عنه، يعني غصب عنه ما تعرفيش مامتي ما تعرفيش بابايا. فقلت لهم هقول لكم حاجه بصراحه، انا فعلا ما اعرفهمش وممكن تبقوا ضحيه فعلا، بس انتي مستفيده بحاجه من الوضع ده. فكذا حد استفز، اللي هو يعني قصدك ايه ان انا مبسوطه من الوضع ده؟ اقول لهم صدقوني في حاجه ببسطاكي، يعني دور الضحيه ده في حاجه اكيد ريوردنج. يشيل عنك مسؤوليه. ممكن يشيل عني مسؤوليه، وايه كمان؟ attracting attention، وايه كمان؟ باخد رضا. لا تسليم بقى، مش هبذل مجهود. لا وعارفين في ناس عندها قناعه ان هم هيروحوا الجنه والفردوس الاعلى بسبب الاساءات، عشان انا اروح السماء مع الالام. اكيد ربنا شايف كل ده وهياخدني في حته جميله قوي، ان عشان انا قلبي ابيض وما زعلتش معاها لما تفت عليا. يا بخت من بقت مظلوم ولا بقتش. شكرا، يا بخت من بقيت مظلوم وما بقتش ظالم. ففي حاجه
بتعجب الشخص على فكره اللي بيلعب دور الضحيه، في حاجه لذيذه. في ناس تحب الشفقه، في ناس فعلا اسهل. هو شخص كويس قوي ما حصلش مثلا، شايفاه طيب مثالي. رابع حاجه شايل مسؤوليه كبيره وحاسس دايما انه مستغل ومستنزف. كده كلمه في اي وقت كده دايما مستغل ومستنزف. اكتر حد هم معتمدين عليا. المدرسه بتاعت بنتي دي كلها انا مسؤوله اتحاد الامهات الجميلات. احنا اللي بنعمل الانشطه بتاعت الاولاد ونحرك الاولاد ونصحي الولاد. ايه النشاط بتاع حضرتك؟ انا مطحون لان انا مضغوطه قوي، وبعدين في الخدمه في الجمعيه وفي الكنيسه انا ما اقدرش. انا لو مش موجوده النهارده الخدمه والجمعيه هيحصل فيها ايه؟ هيقفلوا. عشان انجي ما راحتش الكنيسه النهارده هيقفلوا الكنيسه، وعشان انجي ما راحتش الجمعيه هيقفلوا الجمعيه. فالشخص دايما بيبقى حاسس انه ايه؟ انا شايل المسؤوليه، ما اقدرش. انا اللي مسؤوله عن سعاده ماما، انا اللي مسؤوله عن سعاده بابا، انا الحياه، انا الاكسجين بتاعهم. وغالبا الشخص ده يعني انا ساعات بستغرب على ثقه ناس في نفسهم ان هم يقدروا ينقذوا انسان تاني. انه انا اقدر ابقى انا يعني مش مهم، بس مهم اشوفك مبسوطه. مهم ان انا حد واعي جدا. سيشن كانت اونلاين والحد ده بيحب خطيبته جدا، بس مشكله انه خطيبته وقع في سلوك معين مش صحي خالص. اوكي، فهو واقعي جدا، عمال يقول لي انا بحبها قوي، وعمال اقول لها انا مش هسيبك، بس في نفس الوقت هو شخص واعي قوي. فالفرق بين انه عايز يفضل جنبها وما بين ان هو ايه، لا خايف قوي انه مش هيعرف يغيرها. فالصراع رهيب قوي ما بين ان انا بحب شخص. عارفين ايه الشعره ما بين ان انا احب شخص وابقى مستنزف في مساعدته؟ انك تبص تلاقي نفسك دايس بنزين اكتر ما هو دايس. فاهمين يعني؟ ان انت تلاقي نفسك انت دمك محروق اكتر منه. الموضوع محدش طلب منك. اخرج الموضوع محدش طلب منك، صح. مره في قصه حلوه قوي في كتاب الحدود، وبعدين نسمع النديم. في كتاب الحدود بيحكي قصه واحد اسمه جورج، مش عارفه كان في الكتاب ده ولا كتاب ايه يعني، المهم يعني. فبيقول جورج ده كتاب اجنبي يعني، فبيقول اهله ودوه الجامعه بس صاحب بنت، والبنت دي شكلها مش كويس، وابتدى يبقى مش بيروح الكلاسز بتاعته. فالمهم الاب والام خدوا بعضهم وراحوا قعدوا مع مين؟ لا الكوتش او الكونسلر اللي يتكلموا عنه عن جورج، قالوا له جورج بيضيع، جورج ابتدى يبقى بيصاحب بنت مش كويسه، جورج، وابتدوا يندبوا على حال جورج. فالكوتش بتاعهم ده او الكونسلر ده قال لهم على فكره جورج ما عندوش اي مشاكل، جورج زي الفل. هو ما يعرفش جورج اساسا. فقال لهم جورج ما عندوش مشاكل، انتوا اللي عندكم مشاكل. جورج شخصيا نايم دلوقتي وايه؟ ومرتاح. انت اللي متضايقه. فلو انا شايل مسؤوليه شخص اكتر ما هو شايل مسؤوليه نفسه، يبقى ده معناه ان انا ايه؟ مستنزف. انا اللي مصممه ان هو يبطل سجاير، وحاطه الموضوع ده على قلبي جدا، وبدعي ليل ونهار، وبقرا مقالات وبشير المقالات، وهو حتى مش بيشوف المقالات. انت متخيله ان هو هيتوب فجاه عشان انت قريتي مقالات؟ انا المهتميه قوي ان اختي تقرب من بناتها، مهم قوي انها تقرب من بناتها، بقعد اتكلم معاها كتير قوي في الموضوع ده، وهي مش بتحب تسمع. ده انا بلاحق عليها في كل حته، وببعت لها فيديوز طول الوقت، وبعمل لها تاج في كل البوستات. هي اختك طلبت مساعدتك في انها تربي بنات. بس في علاقات غير علاقات يعني. مثال العلاقات اللي انا مسؤوله عنها غير ان انا ابقى مهتميه مثلا ببنتي، يبقى عنده علاقه كويسه اللي انت بتقولها. صح. بس لو جوزي مش مهتم، عارفه ايه اللي هيحصل؟ هيشوفك ايه؟ وايه؟ ومسيطره. بس ما صدقوا ووحشه. يعني قصدي في فروقات، يعني في حاجات هتبقى منطقيه انها تحصل، ممكن تحصل بطريقه مختلفه علشان ما يبقاش. بيقول مره اتفقت مع مامتي على حاجه، قلت لها بقول لك يا ماما ايه رايك ما تنصحيش حد غير لما يطلب مساعده؟ قالت لي لا ده كده صعب قوي. قلت لها يا ماما غلي المساعدات بتاعتك، يعني بلاش
كل ما تبقي عارفه حاجه تتبرئي. يعني انا لو جيت دلوقتي قمت جايه قايله لايمان ايه، انا عايزه اتكلم معاكي على نظام الدايت الجديد، بجد لازم تتابعيه، اكيد انت محتاجاه. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ هتبقي محتاجاه جدا الوقت الجاي. خليني بقى اقول لك، طلعي ورقه وقلم اكتبي معايا، هقول لك تفطري ايه وتتعشي ايه وتتغدي ايه. اكتبي. انت مش بتكتبي ليه؟ انت مش مهتمه بالموضوع ده؟ انت ازاي مش مهتمه؟ لو انا خدت مسؤوليه، انا بحبها جدا بس هي شخصيا ايه، مش مهتمه، فبالتالي انا مهتميه بحاجه اللي قدامي مش مهتمه بيها. فانا انتوا عارفين بعد شويه لو حد جه كده قال لي مالك يا انجل، ايمان طلعت عيني، بقى لها 3 ايام مش ماشيه على النظام الغذائي اللي انا كاتبه. ايوه ايمان مش عايزه اساسا. انت جزء من اللي تعبك، جزء من اللي تعبك ان انت لسه شايل مسؤوليات ناس المفروض تبقى مسؤوله عن نفسها. بس معلش مثلا في ابني مثلا بيشرب. انا كنت لسه بقول لا، مع الولاد دي حاجه مختلفه، بس حتى مع الولاد اقول لك حاجه بصراحه، يعني انا كنت بتشتم في سر بنتي قبل ما اتحرك، قبل ما اجي على هنا، اوكي؟ ليه؟ اكلت رز وملوخيه وبعدين بصيت على السفره البيضاء اللي زي دي كده، فلقيت الرز منتشر في اماكن كتيره وتحت البتاع، فقلت لها الينا حبيبتي، الينا انا داخله على 9 سنين، بليز نضفي الترابيزه. واحنا متفقين بننضفها ازاي، يعني مش محتاجه اشرح، هي عارفه. المهم طلعت قلت حاجه بره لجورج، داخله لقيت الترابيزه نظيفه بس كل اللي كان على الترابيزه بقى على السجاده، فهي غالبا عملت ايه؟ عملت كده. مين الناس اللي هي ايه؟ فانا دخلت ايه ده الينا، ده رز وملوخيه على الارض الينا. فبصت لي كده طبعا بصه شزرا، بعدين قلت لها ام سوري، كنت جايه واخده الايباد، قلت لها لما تعملي جود تشويسز بابا هيبقى يديكي الايه؟ الايباد. فقام جايه رحت وجيت لقيتها مسكت الفوطه بتاعت المطبخ وبتعمل ايه بقى في الارض؟ تهش الدبان. لا بتهش الدبان، بتعمل كده في الرز بقى عشان ايه؟ ما يبقوش كلهم جنب بعض كده، بتعمل كده كل كده. فانا اتنرفزت اكتر، قلت لها الينا ايه اللي بتعمليه ده؟ ما كده الرز هيروح في حتت كتيره قوي. فقلت لها يعني انفعلت في الاول بصراحه، في الاخيره دي لا، يعني في اول مره لما شفت الرز على الارض لا قلت لها ايه ده يا الينا، ازاي البتاع بنفس التون ده؟ بس المرات اللي بعد كده خلاص ام ان كنترول، اخدت الايباد وعارفه ايه اللي هيحصل. قلت لها ادخلي هاتي المكنسه، وجبت لها انا المكنسه لغايه عندها، وقالت لي انا ما بعرفش، وعلمتها بندوس على الزرار البتاع ده واعملي. سايباها بقرف. فهي حتى مع الولاد الحب هنا ان انا اخليها تعمل ايه؟ تعتمد على نفسها. المشكله عمري ما انسى المشهد ده، وانا في ابني كنت بوديه تمارين سباحه، وطفل عنده حوالي 4 ابتدائي 5 ابتدائي، ومامته قاعده في الارض، لا اكتر من كده، كان مثلا 5 ابتدائي 6 ابتدائي، كبير جسمه كبير، ومامته قاعده بتلبسه الجزمه بسرعه عشان يلحق يروح التمرين اللي بعده. احنا ساعات بنبوظ عيالنا، يعني كنت لسه بشرح حاجه، انا مثلا بنتي بترمي ده في اوضتها، وبعدين بترمي ده، وبعدين بترمي ده، وبعدين بترمي ده، والاوضه بتبقى زباله وريحتها مقرفه، وتدخل البنت اللي بتنظف او انا ونعمل ايه؟ نلم. فبنتي بتكبر عمرها ما بتبقى عارفه الكوست بتاعت ايه الحاجات دي. ساعات الواحد بيستسهل طبعا. فالاحسن ان انا اعمل ايه؟ ما اشيلش مسؤوليه. حتى انا دايما اقول لهم الميد موجوده سوري عشان تعمل اللي احنا ما نقدرش نعمله، مش اللي احنا نقدر نعمله. لا يعني مثلا الغسيل وتطبيق الغسيل وشيل مش عارفه ايه التكنس بتاعه، لكن طبق اكلت فيه انا اللي دخله الحوض. 5 حاجه اخر واحده، الشك بالنفس والخوف من المواجهه. الشخص اللي ما عندوش حدود بيبقى دايما شاكك في نفسه، انا صح ولا غلط، انا المفروض اعمل ده انا ما اعملوش، وما بيعرفش يواجه. اي حد ما بيعرفش يواجه هتلاقيه عامل حاجه من الاثنين، يا عامل سدود يا عامل حدود. اي حد ما بيعرفش يواجه هتلاقيه عامل حاجه من الاثنين، يا سدود يا حدود. يعني مش عامل حدود، يا عامل سدود سوري، يا ما عندوش حدود.